مرحبا أصدقائي، أصحبكم اليوم في قراءة لطيفة من كتاب كيميتيو حارس النيل. وفي إحدى ضواحي مدينة أفاري عاش رجل كثير السفاري، هارتي الصياد الحطاب الأمين، مع زوجته نيسا صانعة العصائر خابزة العجين. كان لهما طفلتان جميلتان، يويا ذات البشرة الذهبية اللامعة، الأنف الأقنى والعيون الواسعة، وبانتي هيتا امرأة البستان، منحوتة رائعة بيد فنان، بشرتها كالحليب الصافي، بيضاء تشع النور الدافئ، لها شفتان ورديتان وعيون حوراء، وحدقة عين تشبه لون أمواج البحر بدرجات من التفاصيل الزرقاء والرصاصية الذائبة، وكأن عينيها لوحة رائعة تذهل الناظرين. كان هارتي يعمل في الصيد قرب البحيرات العذبة بين الأغصان وفروع النباتات الكثيفة عند الأحواض الضحلة، فيصطاد الطيور بالشباك والأسماك بالسنانير. وكعادة أغلب أهل كيميت، كان لديه مزرعة قريبة من منزله، يلقي فيها البذور ويطلق فيها بقرته الطيبة لتغرزها بين ثنيات التربة والطين الخصب، ثم تتكفل مياه الأحواض التي يملأها الفيضان كل عام بباقي الصنيع الطيب. كانت أرضه تنتج أنواعا عديدة من المحاصيل والفواكه، لحيته لها مظهر أنيق، وشعره خلاب طويل على هيئة جدائل، ولحيته البنية شديدة الوسامة، وعيونه زرقاء مثل حجر اللابس لازولي، وهو حرفيا معنى اسمه. اعتاد هارتي السفر للتجارة بالبضائع الجديدة العجيبة على طول البلاد. عاش هارتي الطيب بطلا لطفلتيه كمثال للأب البارع الحنون، ثم سافر أخيرا إلى عالم النور وقتما بلغت صغيرتاه سن المراهقة. كانت يويا وبانتي فتاتان متناقضان في الشكل والطباع رغم أنهما توأمتان، إذ كانت يويا ذات البشرة الذهبية مولعة بالظهور وسماع الأشعار، فتاة شديدة الزهو والثقة بما لديها من جمال إلى حد يعطي الانطباع بالغرور وروح الدلال. أما بانتي البيضاء ذات العيون الزرقاء فكانت فتاة منطوية شديدة الخجل، تحب الطبيعة وسماع الحكايات. كانت يويا وبانتي أقرب أصدقاء وألد أعداء، تغار إحداهما من الأخرى منذ سن يافع للغاية على نحو طريف. فتارة كانت يويا ترش أختها بالماء أثناء اللعب، تبكي بانتي وترد عليها بسذاجة بقذفة من الطمي تلطخ فستانها، فتهرع يويا لتشكو والدتهما نيسا. وعندما تأتي نيسا المشغولة في المطبخ الخشبي حاملة المكنسة لتعاقب بانتي، تسحب يويا أختها من يدها سريعا وتخرج بها عبر باب الكوخ الخشبي لتساعدها بإخلاص على الاختباء في المنزل الذي صنعته مع أختها فوق الشجرة. وهكذا كانت الفتاتان تختلفان عند الصباح، وتتصالحان عند العصيرة، تتخاصمان عند الغروب، ثم تبيت كل واحدة منهما في حضن الأخرى عندما تحل رياح الليل الباردة. مرت السنوات بالأختين بانتي ويويا حتى صارتا امرأتين يافعتين. ازداد جمال عيون بانتي وبدت بشرتها وكأنها مصنوعة من القشدة. ما أحلى عيونها عندما كانت تحيطها برسم الكحل على طريقة فتيات كيميت. عيونها فاتنة بجفون غضة تشبه قوام الحليب، ولها أهداب طويلة تشبه أجنحة الفراشة التي ترفرف برقة فوق عيون حزينة. كان شعرها يميل للكستنائي وملفوفا على هيئة ضفيرة تنسدل إلى جانب عنقها حتى صدرها، وعلى قمة رأسها يوجد طوق مصاغ من الذهب. كانت ملابسها رقيقة تعبر عن إحساسها المرهف. كان رداؤها بلون الزبدة المخفوقة، وهو اللون القريب جدا من درجة لون بشرتها البيضاء النضرة،
فكانت ترتدي فستانا حريريا رقيقا يلتف على كتف واحدة، وهو مشدود عند الصدر تحت الكتف الآخر الذي يظهر لامعا بنور صاف، فيتلألأ بجلد رطب جذاب تخفق له قلوب العشاق، وخصوصا عندما يلمع عليه نور السماء البراق، فينسدر الفستان للأسفل كتنورة قصيرة واسعة من الحرير، ويلتف حزام رقيق من الجلد على قوامها النحيل. وكان في إحدى ذراعيها ناصعة البياض إسورة ملفوفة على شكل ثعبان ذهبي لطيف، والتي كان لأختها أسورة مطابقة لها. وكانت بنتي ترتدي في العادة صندلا من البرد والجلد. أما يويا فقد صارت امرأة شابة بالغة الروعة، ببشرة خمرية ملساء تميل للسمار الذهبي، جسدها شديدة اللمعان على نحو يسلب الألباب، لها عيون عسلية حمراء، وجفونها مغطاة بمساحيق بديعة تتلألأ كالنجوم بأحلى الألوان، أهدابها كثيفة تخطف القلوب، وشعرها براقا كالأمواج بخصلات طويلة زغبية، ويعلوه غطاء رأس من القماش المغزول بنسيج البنفسج والفيروز، وكان مطعما بالفضة والذهب، شفتاها ممتلئتان كفصوص الثمار. ولم تكن يويا تخجل إطلاقا من أن تظهر حسنها الخلاب بكل زهو، وأن تستمتع بإعجاب المتأملين لجمالها الفتان، فكان خصرها الرشيق الناصع يلمع بقطرات رطبة على ظهرها المنحوت بين تنورتها وقميصها الحريري المعلق برقة فوق كتفيها. ما أحلاها عندما تجلس بفستانها الذهبي على الحواف الرخامية الناصعة للينابيع لتمشط شعرها المموج بدلال، فيتلألأ الندى على جلدها الأملس ويسيل على كتفيها وذراعيها، ويبدو قوامها الممشوق كتحفة مضبوطة المقاييس. واشتهرت يويا بمهارتها في ترويض الخيول البرية وقيادة المواشي لحرث التربة، وكانت تعرف كل شيء عن الزراعة والمحاصيل. وفي الأعياد والاحتفالات تجدها مستمتعة يحيط بها الأصدقاء والمعجبين فوق المروج الخضراء، أو تجلس على جوانب النافورات لتلعب بساقيها في مياه الينابيع، فتداعب صفحة الماء البارد بنعومة وكأنها تعزف الألحان. المقتطف من رواية كيميتيو حارس النيل، حاليا بالمكتبات. إلى اللقاء أصدقائي.